زهقت من اشكال التمرين بتاعتك وعايز تغيرها؟ تعالى معايا. لازم كل فتره تغير الاشكال اللي انت متعود عليها، بس استنى، مش الاشكال اللي في حياتك، اشكال التمرين. كل شويه كلاينت يجي لي يقول لي هغير التمرين امتى؟ انت ما غيرتليش التمرين ليه يا كوتش؟ التمارين الجديده هتتعمل امتى؟ فخليني اقول لك ان التغيير هدف مش وسيله. يعني باختصار ان التمارين مش لازم تتغير كل اسبوع. العضله مش بتزهق، انت اللي بتزهق. جسمك بيحتاج يثبت على التمارين عشان يحصل تكيف ويحصل تطور. طيب سؤالك بقى ليا، امتى اغير التمرين؟ لما تحس ان انت بطلت تتطور في الاداء، يعني اوزانك مش بتزيد، العدات مش بتزيد، الاحساس ما بقاش موجود، او لو زهقت نفسيا مش هتعرف تدي طاقتك بشكل كامل. طيب علميا بقى كل قد ايه اغير التمرين؟ فخليني اقول لك ان هو من 4 ل 6 اسابيع. عدل التمارين او الزوايا او التكنيك، ومش لازم تغيير بشكل كامل. انت ممكن تغير شكل او شكلين في التمرينه، ممكن بدل الدمبل بار، ممكن بدل الكيبل ماشين، ممكن بدل الماشين بار، وهكذا. بس اهم حاجه تحافظ على المبدأ. يعني الخلاصه، العضله مش بتحتاج تغيير التمرين، العضله محتاجه تحدي جديد، نفس الشغف اللي انت كنت بادئ بيه التمرين.